السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكل متابعي القناة، حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. عودة الدوري إلى الجزيرة. رسميا النادي الأهلي يتوج بطلا للدوري المصري موسم 2022-2023 للمرة ال 43 في تاريخه. ومصدر من النادي الأهلي: ندرس إرسال طلب رسمي لاتحاد الكرة بتسليم درع الدوري في مباراة القمة أمام الزمالك. أحمد شوبير: ميتلاند الدنماركي طلب من الأهلي الحصول على المبلغ الذي دفعه للزمالك لضم إمام عاشور، ومتبقي على حسم الصفقة تكة. رابطة الأندية تطلب من الزمالك إقامة ممر شرفي للنادي الأهلي بعد حصوله على الدوري في مباراة القمة، ورئيس الزمالك يرفض إقامة الممر الشرفي. إبراهيم المنيسي رئيس مجلة الأهلي: صفقة إمام عاشور تمت والإعلام بعد مباراة القمة أمام الزمالك. رسميا عودة صلاح محسن إلى النادي الأهلي مجددا بعد نهاية إعارته لسيراميكا كليوباترا. صحيفة الشرق الأوسط السعودية: بيراميدز يريد تفعيل بند شراء مصطفى فتحي، ولكن اللاعب عطل الصفقة بسبب رغبته الانتقال للنادي الأهلي المصري. والتوقعات أن الأهلي سيتعاقد مع اللاعب بنسبة 70%، ولكن المعلومات الواردة حتى الآن أن الأهلي لم يتقدم بعرض رسمي لشراء اللاعب. بعد الفوز على الداخلية بهدف نظيف، الإسماعيلي يضمن الاستمرار في الدوري وعدم الهبوط الموسم القادم. سيراميكا كليوباترا يبتعد عن شبح الهبوط ويضمن الاستمرار في الدوري الموسم القادم بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف. استمرار الصراع بين غزل المحلة وأسوان والداخلية للاستمرار في الدوري حتى الجولة الأخيرة. أحمد شوبير: الأهلي استحق الدوري عن جدارة واستحقاق لأنه فاز على صاحب المركز الثاني بيراميدز بثلاث أهداف نظيفة، وعلى صاحب المركز الثالث الزمالك بثلاث أهداف نظيفة أيضا. إيقاف أليو ديانج لاعب النادي الأهلي 6 شهور بسبب مستحقات لوكيله السابق. والنادي الأهلي يعلن عن سداد غرامة اللاعب غدا، وسيتم رفع العقوبة عن اللاعب بعد دفع الغرامة التي تقدر ب220 ألف دولار، والتي سيتم خصمها من مستحقات اللاعب على أقساط. الحساب الرسمي للدوري الإيطالي يهنئ النادي الأهلي بلقبه ال43 في الدوري الممتاز. بعد تأييد عزله من رئاسة الزمالك، مرتضى منصور من نادي الزمالك اليوم يستقبل طلبات الأعضاء ويزاول عمله كرئيس للنادي. لجنة الحكام: سيتم إسناد إدارة المباراتين الفاصلتين في صراع البقاء بين أسوان والداخلية وحرس الحدود وغزل المحلة إلى حكام دوليين بالكامل بما في ذلك تقنية الفيديو. بعد حسم لقب الدوري رسميا، برونو سافيو على انستجرام: لقد كان موسما لا ينسى، شكرا جزيلا للأهلي على كل شيء، نختتم العام بلقب آخر، تهانينا للجميع. منذ توليه الإدارة الفنية للنادي الأهلي، مارسيل كولر لم يخسر سوى كأس العالم للأندية، فاز ب5 بطولات مع النادي الأهلي: السوبر المصري مرتين، كأس مصر، ودوري أبطال أفريقيا والدوري المصري. انتهت اخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.